قبل حتى ما نبتدي ان احنا نكمل الاجتماع، حيوا معايا دايموند دايركتور جهاد محروس. جهاد فينك؟ اين انت؟ انا اهو. انا يا سلام. مستر بدر بعت لك قلب. شكرا. القلب بتاعنا اهو. قلب هو لايف كمان، مش بس على الشات. ازيك يا جهاد، عامله ايه؟ الحمد لله بخير. هو السؤال ده بصراحة يعني هو جاي في الصميم قوي، لأن فعلا أوريفليم غيرت حياتي بشكل كبير جدا، يعني مش مجرد حاجة واحدة بس، لأ هو حاجات كتير جدا. يعني أهم 3 حاجات إن هي غيرت المستوى المادي طبعا، ده شيء أكيد. غيرت الشخصية نفسها، غيرت الاهتمامات نفسها. تمام. فمن حيث الشكل المادي، ان احنا يعني انا على ما افتكر اني قبل اوريفلام كان كل همي ان انا ادور على شغل يكون مناسب معايا، ملائم لظروفي من حيث شهادتي التعليمية. والمرتب ما كنتش بهتم بيه، اللي هو الواحد يرضى بأي حاجة، أي مرتب أنا هرضى بيه. فلأن ما كناش متخيلين إن إحنا كستات نقدر نوصل لمرتبات عالية، ولكن لما دخلت أوريفلام شايفة السلم، شايفة المرتبات، شايفة الشيكات، ولكن برضه ما كنتش قادرة أصدق. مفيش حد بيقدر يصدق حاجة غير لما بيلمسها في إيده. فبدأت اللي أنا أشتغل على ده، وبدأت إن الألوفات يعني بمسك مرتبات عالية. فكل ما امسك فلوس اكتر، الاحلام عماله بتزيد اكتر. فاوريفلام غيرت في حياتي، ان هي خلتني اصدق ان الاحلام مش بنحلم بيها واحنا نايمين وبس، الاحلام فعلا ممكنه ان هي تتحقق. غيرت بقى طبعا المستوى المادي والمرتبات اللي احنا بناخدها، والحمد لله فضل ربنا ان هي كل ما بنتعب اكتر وبنطلع القاب اكتر المرتبات بتزيد اكتر. فحققت احلام، حققت احلام كتير جدا 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 الحمد لله. وده اللي خلاني ان انا ازود من الاحلام بتاعتي الكبيره اللي انا عايزه احققها، وان شاء الله واثقه ان انا هحققها مع الفين. الحاجه التانيه، الميزه التانيه اللي انا قلت عليها بتاعه غيرت ايه في حياتي الشخصيه، او غيرت ايه في المستوى الشخصي او في التفكير. ما كنتش متخيلة ان انا بالشخصية دي، يعني قبل اوريفلام كنت عادي، ليا صحاب عادي، ليا قرايب عادي، ما كنتش بتكلم كتير، شخص مش عشري. مش عارفة ان انا جوايا ان انا اقدر اثر في حد. مش عارفة ان انا جوايا افكار مدفونة لو طلعتها هغير من حياتي وغير من حياة الناس اللي حواليا. فالشخصية والتفكير نفسه ده اللي اتغير. ان انت لما تبتدي ان انت تنمي من مهارات نفسك، دي حاجة هتغيرك وهتغير الناس اللي حواليك. فالشخصية اتغيرت، ان انا اتحولت من شخص مش عشري لشخص بقيت يعني دلوقتي عايشة في اوريفلام بنعمة حب الناس، بنعمة ان انا كونت صداقات كتيرة جدا جدا. ايقنت قوي وامنت قوي ان لما بتعملي خير بيعود عليكي باضعاف اضعاف. من حيث بقى الاهتمامات، يعني ازاي اوريفلام غيرت الاهتمامات، ان احنا عمرنا ما كنا، يعني اي حد في مصر بيبقى موجود اللي هو كل همه ازاي تطلعي سفرية تقضي بيها الصيف، يعني ازاي اروح الغردقة، ازاي اروح شرم. ده بيبقى اعلى حلم من حيث ناس كتير، ازاي اللي انا اصيف في شرم مثلا، ازاي انا اصيف في الغردقة. فعادي زي اي بيت مصري احنا برضو كنا كده، ازاي نكون مبلغ عشان نصيف في مكان كويس في مصر، في نطاق مصر فقط. في اوريفلام لما شفنا ان قد ايه فيها ميزة السفر دي، فدي غيرت الاهتمامات. وفعلا انا يا جماعة في اول دخولي في اوريفلام جات لي سفريات كتيرة جدا، وجات لي مؤتمرات كتيرة جدا، وكنت برفضها لان برضو مستوى التفكير مش قادر يوصل ان عادي ان احنا نطلع بره مصر. مستوى التفكير مش قادر يوصل ان احنا لو طلعنا مع اوريفلام ازاي هنتبسط قوي كده ونروح في اعلى الفنادق، وازاي شكل الحياة تتغير. فلما بدأت اتقبل السفر الاهتمامات هنا اتغيرت. فدي حاجة غيرت من حياتي في اوريفلام، ان انا بقيت ادور هاي انهي بلد تانية هروح، انهي بلد تانية هبني فيها ذكريات. فبدأنا ان احنا نكتب بلاد كتير احنا عايزين نحققها، الف بيها العالم انا وجوزي. فدي حاجة غيرت جدا جدا من الحياة الشخصية ومن حياتي مع اوريفلام. الحاجة التانية اللي هي دي هتبقى نصيحة شوية، وفعلا هساعدكم ان هي تغير من حياتكم او تغير من مجرى الشغل بتاعكم.
حبك للشغل هو اللي هيلعب بدور قوي جدا جدا ان انت تقنعي الناس من غير ما تبذلي مجهود وتقعدي تقنعي بوسائل اقناع كبيره ومصطلحات كبيره ازاي اقنع الناس اللي قدامي. لا، حبي الشغل وبس. اي شغل بيكون فيه ضرايب، يعني اي شغل بيكون متعب، ففي ناس بتبقى مش فاهمه ده او مش متقبله ده. فلازم تبقي فاهمه ان اي شغل محتاج مني مجهود عشان اقدر اوصل للمميزات كلها. كل ما هتحبي شغلك ده هيكون واضح من رياكشن وشك وانت بتتكلمي، هيكون واضح من كلامك اللي مش هتكوني حاسه بيه ولا هتكوني محضراه، وهيطلع من قلبك. ده كده في علم النفس الطاقه اللي جواكي والروح اللي جواكي بيتنقل للشخص اللي جواكي، فمش هتبذلي مجهود. مش هيكون الكلام اللي انت بتقوليه هو اللي بيقنع، لا، هيكون قلبك وروحك وحبك للشغل هو ده اللي بيقنع. فحبوا شغلكم، ده اللي هيجذب الناس ليكم. من ضمن الحاجات اللي اتغيرت معايا في اوريفلام او حياتي الشخصيه ازاي اتغيرت في اوريفلام، ان انا ما كنتش قادره اتقبل فكره ان انا اكون ام وزوجه فقط. دماغي مش قادر يستوعب حاجه زي كده. لا، انا حاسه ان انا اقدر اادي حاجه، وظروف الحياه صعبه. ف... فبدات افكر انا عايزه حاجه تلائم ظروفي، وعايزه حاجه اقدر اللي انا اعملها، لاني انا صحيا بحس ان انا ضعيفه، ما اقدرش ان انا اعمل مجهود. فده اللي غير حياتي، ان انا هربت من كوني ست. الناس الستات اللي هي بتتكلم كتير دي بقى ويخشوا بقى في تفاصيل العيله بقى والكلام ده، انا اتحطيت في زون مختلف. يعني انتي، كلنا في صراعات في حياتنا. لو انتي في حياتك الشخصيه فيها صراعات، اهربي وعرفي الناس اللي حواليك ان انت بيزنس وومن. حرفيا هتنتشلي من كونك كست وهتتحطي في زون ان انت بيزنس وومن، فالناس هتسيبك في زون اللي انت حاطه فيه وهتبدأي اكتر. اخر حاجه عايزه اقولها، من ضمن الحاجات اللي اثرت بقى فيا جامد قوي، ان انا لما رحت اتكرمت في اسبانيا واخدت اللقب ده. انا طبعا المخده دي بجد بجد انا مش قاصده ان انا اطلع بيها عشان اوريها لكم، هي الفكره جت في دماغي دلوقتي. المخده دي مش بتفارقني، دايما وانا بشتغل ببقى ساندة عليها. دايما وانا نايمه خلاص هي موجوده عندي على السرير. فده حلم، ده حلم انا كنت عايزه اوصل له، ده حلم انا حققته، ده حلم غير من حياتي الشخصيه. انا دلوقتي دايموند بس مكتوب على المخده صفاير. الصفاير ده كان مرحله انتقاليه مختلفه. فتخيلي لما تكوني نايمة حاضنة الحلم بتاعك اللي انت اصلا حققتيه. فكانت فكرة لطيفة جدا من شركتنا ان هي تدينا حاجة زي كده، بدل تكريم لوحة تدي. فنايمة حلمك اللي حققتيه في حضنك فتقدري تحققي منه. فليه اللقب ده عزيز قوي عليا الصفاير ده، مع ان اكيد انا عايزة سلم اوريفلام ملهوش نهاية، علشان حققت بيه حاجة كبيرة جدا جدا ناس كتير قوي عارفاها من خلال اللقب ده. فأي حاجة انت تقدري تحققيها والله هتقدري تحققيها، بس خليكي واثقة في نفسك وخليكي واثقة في ذاتك، وثقي في شركتك جدا ان هي في شركة عريقة، شركة عظيمة بجد. لما بتكلم عنها بالطريقة دي يا جماعة يا جهاد، يا الشركة دي مكتوبة باسمك ولا ايه؟ بس اكيد طالما انا بتكلم كده يبقى شفت منها مميزات كتير. فيا رب اكون قدرت افيدكم النهارده، ولو زاد حاجة بسيطة بس ان انتوا تقدروا تأدوا ان شاء الله الشهر ده بطريقة قوية ان شاء الله بإذن الله، وتفرق في شغلكم. شكرا يا استاذة فاتن. ميرسي جدا يا جهاد على المشاركة دي. أكيد أعتقد ناس كتير دلوقتي شافوا قد إيه إن هم ممكن يغيروا حياتهم زي ما أنت غيرتي حياتك، وأكيد دي تجربة ملهمة لناس كتير.